شفنا مفاجأة ومقلقة لريال مدريد على أرضه 2-0 من سيلتا فيجو. يعني نتيجة ممكن تبان مجرد كبوة، ماتش سيء وعدى. لكن النهاردة هنغوص في تحليل تكتيكي مفصل. التحليل هنا مش بتاع مشجعين زعلانين، ده بيحاول يكون موضوعي تماماً. بالظبط، بيحاول يضع النقاط على الحروف. مهمتنا هنا مش إننا نراجع أحداث الماتش قد ما هي محاولة نفهم القصة اللي وراه. التحليل ده بيطرح فكرة إن اللي بيحصل في ريال مدريد حالياً هو صراع هوية. صراع هوية فعلاً، صراع بيمزق الفريق من جوه. ولما فريق بحجم ريال مدريد يخسر بالشكل ده، لازم الأسئلة تكون أعمق من مين لاعب وحش ومين لاعب حلو. آخر 7 ماتشات للريال، فوزين بس، 3 تعادلات وهزيمتين. دي أرقام، يعني أرقام لا تليق ببطل. أكيد. وهنا السؤال اللي بيطرحه التحليل: هل دي مجرد فترة هبوط في المستوى، ولا في حاجة أكبر بتحصل؟ وهو بيميل للاختيار التاني. بالظبط. التحليل بيقول إن المشكلة مش في رجلين اللعيبة قد ما هي في هوية النادي نفسه في اللحظة دي. الفريق حاليا ممزق بين فكرتين عكس بعض تماما. إيه هما؟ الفكرة الأولى هي فلسفة النادي التاريخية، فكرة الجالاكتيكوس، النجم السوبر اللي بيخلص الماتش بلمسة سحرية فردية. والفكرة التانية هي فكر المدرب الجديد تشافي ألونزو، اللي بيحاول يزرع المنظومة. يعني اللعب الجماعي المنظم اللي كل لاعب فيه ترس في ماكينة كبيرة. بالظبط كده، كأن الفريق عنده شخصيتين بيتخانقوا مع بعض على أرض الملعب. تخيلي إنك بتحاولي تركبي موتور فيراري على شاسيه عربية فيات. النتيجة هتبقى كارثية. تماما، كل جزء لوحده ممتاز، لكن مع بعض ما ينفعش. المشكلة مش في جودة اللعيبة، محدش يقدر يشكك في قيمة بلينجهام أو فينيسيوس أو موبابي. ولا في فكر المدرب. المشكلة في محاولة دمجهم. طب ما هي دي وظيفة أي مدرب كبير، إنه يلاقي طريقة يخلي بيها النجوم دول يلعبوا مع بعض كفريق. ليه تشابي ألونسو تحديداً فشل في ده لحد دلوقتي حسب المصدر؟ سؤال ممتاز. وجهة نظر التحليل إن الموضوع أكبر من المدرب. دي فلسفة بناها فلورنتينو بيريز على مدار 20 سنة. اللعيبة دي تم اختيارها على الأساس ده. على أساس إنهم نجوم فرديين. صح. هم متعودين يكونوا الحل مش جزء من الحل. فلما يجي مدرب يطلب منهم التزامات تكتيكية معينة وحركة بدون كورة وضغط مستمر، ده بيتعارض مع الدي ان ايه اللي اتعودوا عليه. وده بيبان في كل حاجة، من تمرين للقرارات اللي في الملعب. أكيد. أندية زي السيتي أو برشلونة لما بتشتري لاعب بتسأل الأول: هل هو مناسب للمنظومة بتاعتنا؟ في ريال مدريد السؤال كان: هل هو نجم كفاية؟ طيب خلينا نشوف الصراع ده انعكس إزاي على أرض الملعب. التحليل بيستخدم لاعب معين كمثال صارخ على الأزمة دي، أردا جولر. بالظبط. أردا جولر ده هو الثرمومتر اللي بيقيس صحة المنظومة في الفريق. حسب التحليل، في بداية الموسم لما الفريق كان بيلعب ككتلة واحدة، جولر كان أفضل لاعب في الفريق بلا منازع. الفريق كان بيكسب وشكله منظم فعلا. تمام. لكن اللي حصل إن بيلينغهام رجع من الإصابة. وده المفروض خبر كويس. نظرياً لكن عملياً التحليل بيقول إن رجوعه قلب كل حاجة. ألونسو لقى نفسه مضطر يلعب ببيلينغهام ومع فالفيردي، وقدامهم الثنائي اللي ما فيهمش نقاش، مبابي وفينيسيوس. وهنا الفريق رجع للفردية. فجأة رجع لفكرة كل نجم يحلها بطريقته، وهنا بدأت الكارثة. أردا جولر اللي كان نجم المنظومة بدأ مستواه يقل لأنه ما بقاش فيه منظومة تخدمه، والمنظومة الدفاعية كلها اتضربت. كأن عودة نجم واحد كسرت الآلة كلها. دي نقطة خطيرة جدا. يعني الفريق مش قادر يستوعب كل النجوم دي مع بعض في نظام واحد. طب ده يودينا للهجوم في ماتش سيلتا. المصدر بيوصفه بكلمة واحدة: ميت. مش بس ميت، ده كان هجوم مشلول. 90 دقيقة الكرة بتلف بين المدافعين وبعدين تروح للباك وبعدين ترجع تاني. مفيش أي تمريرة عمودية واحدة خطيرة. والفرصة الوحيدة الحقيقية طول الماتش كانت لمبابي، وضيعها. مظبوط. غير كده الفريق كان بيعتمد على حلول يائسة: تسديد عشوائي من بره المنطقة، أو إن قلب دفاع زي روديجير يتقدم عشان يعمل عرضية. وهنا بيظهر دور اللاعبين اللي اتكلمنا عنهم. هل ده انعكاس مباشر لمشكلة توظيفهم؟ طبعا. وجهة النظر هنا إن بيلينجهام مش بينجح كرقم 10 صريح إلا لو قدامه 2 مهاجمين. في الشكل الحالي هو بيضطر ينزل يستلم الكورة من نص الملعب ويحاول يعمل كل حاجة لوحده. فبيفقد خطورته. بالظبط. وبالنسبة لفينيسيوس التحليل بيقول إنه فنان فردي في فرقة بتحاول تعزف سيمفونية جماعية. هو محتاج مساحة عشان ينطلق،
لكن في منظومة ألونزو هو بيبقى محبوس ومحبط. وحتى كاراسكو لاعب بالجودة الهجومية دي، التحليل بينتقد إنه بيتم توظيفه كمدافع ثالث. وده بيوضح لك حجم التخبط. المدرب بيحاول يراقع المشاكل الدفاعية على حساب قوته الهجومية، والمقارنة اللي بيعملها المصدر مع سيلتا فيجو كانت بصراحة قاسية جدا. قال إيه؟ بيقول إن سيلتا فيجو الفريق الأقل في الإمكانيات بكتير، ب3 أو 4 هجمات منظمة وسريعة قدروا يوصلوا لمرمى كورتوا بسهولة تامة. في حين إن ريال مدريد بأسمائه المرعبة قضى 90 دقيقة بيلف حوالين نفسه. واللاعب الوحيد اللي كان بيحاول يعمل حاجة مختلفة، تمريرة بين الخطوط، كان أردا كولر. طيب ده على مستوى الهجوم اللي كان مشلول، لكن المصيبة الأكبر زي ما التحليل بيقول كانت ورا. الدفاع كان شوارع. كلمة شوارع دي قليلة، التحليل بيوصفه بالمهزلة الدفاعية، مساحات شاسعة زي الأوتوبان ورا الأظهرة المتقدمة. ولما قلوب الدفاع كمان بيتقدموا عشان يساعدوا في الهجوم العاجز، الدفاع بيبقى مكشوف تماما. والأسوأ من كده حسب المصدر إن مفيش مساندة من نجوم الهجوم، بيشير تحديداً لبيلينجهام وفينيسيوس. دي نقطة جوهرية. فينيسيوس ممكن يضغط أول دقيقتين عشان الكاميرات تصوره، لكن بعد كده الالتزام الدفاعي بيختفي تماما. بيلينجهام مجهوده البدني كبير لكن بدون تنظيم. فالنتيجة إن الفريق بيبقى مقسوم نصين حرفياً. مظبوط، 4 أو 5 بيدافعوا والباقي مستني الكرة تيجي عشان يبدأ الهجمة، وده في الكرة الحديثة انتحار. لدرجة إن التحليل بيقول جملة مرعبة: لولا وجود حارس عملاق زي تيبو كورتوا، الماتش ده كان ممكن يخلص 6 أو 7-0 بسهولة. مش من كتر التسديدات، لكن من كتر عدد الانفرادات الصريحة اللي جات لسيلتا فيجو، وده بيورينا حجم الانهيار. الموضوع مش مجرد سوء توفيق. دي مشكلة هيكلية في طريقة دفاع الفريق ككل. بالظبط، وده يوصلنا للحظات الانهيام الكاملة، الأهداف والطرد. المصدر بيركز قوي على دور لاعب معين في الهدفين، أنطونيو روديجر. وبيوصفه بوصف قاسي جدا، بيقول إنه لاعب غبي تكتيكيا. كلمة غبي دي كلمة كبيرة قوي على لاعب بحجم روديجر. هو بيوضح إنه مش بيشكك في قدراته البدنية، لكن في قراراته في الملعب. التحليل بيفصل الهدفين عشان يثبت وجهة نظره. طب إزاي؟ في الهدف الأول المشكلة بدأت من تمركز روديجر الكارثي. بدل ما يقرب من زميله كاراسكو ويقفل المساحة، هو كان بيبعد وبيوسع الفجوة بينهم. فخلق مساحة للاعب سيلتا فيجو. مساحة ضخمة، دخل منطقة الجزاء لوحده تماما من غير أي رقابة، وسجل هدف بالكعب بمنتهى السهولة. ده غير طبعا إن لاعيبة نص الملعب كانوا بيتفرجوا. والهدف الثاني كان أغرب. الهدف الثاني كان مشهد سوريالي. التحليل بيوصفه كالتالي: روديجر اكتفى بالوقوف ومشاهدة لاعب سيلتا فيجو وهو بيمر من جنبه، وينطلق بالكورة وينفرد بكورتوا ويسجل. ثانية واحدة، يعني هو حرفياً وقف يتفرج عليه وهو بيعدي وبيجيب جون؟ الجملة الحرفية في التحليل هي: روديجر قرر عدم الاقتراب. كأنه خد قرار واعي إنه ما يتدخلش في الكورة، تصرف لا يمكن تفسيره. ده يخلينا نسأل، هل دي مشكلة اللاعب نفسه؟ ولا هو مش فاهم تعليمات المدرب في المنظومة دي؟ المصدر بيميل أكتر لفكرة إن روديجر لاعب ردود أفعال، مش لاعب منظومة. هو ممتاز في الالتحامات الفردية، لكن لما بيتحط في نظام بيعتمد على الذكاء في التمركز بتظهر عيوبه. وده يأكد تاني على فكرة الصراع. بالظبط. وفي وسط كل ده حصل طرد لفران جارسيا وبعده كاراسكو، لكن التحليل بيرفض تماما فكرة إن الطرد هو سبب الهزيمة. بيرفضها تماماً ليه؟ بيقول إن الدليل على كده إن تشابي ألونسو نفسه عمل تبديلات في الدقيقة 64 قبل أي حالة طرد، لأنه شاف الكارثة. المدرب كان أول واحد عارف إن الفريق منهار. فاللي بيستخدم التحكيم كشماعة بيبقى بيداري على المشاكل الحقيقية. تماماً. مشاكل خلت الفريق يتعثر في 5 ماتشات من آخر 7. الخلاصة للأسف متشائمة جداً على المدى القصير. التحليل بيقول إن ريال مدريد قدامه طريق طويل وصعب جداً تحت قيادة تشابي ألونسو. التحدي الحقيقي مش الفوز في الماتش الجاي. التحدي هو تغيير منهجية وعقلية نادي كامل. بالظبط. تغيير فكر بناه فلورنتينو بيريز على مدار سنين طويلة، فكر الجالاكتيكوس اللي بيعتمد على إن النجوم هم اللي بيجيبوا البطولات. والمصدر بيشكك في إمكانية نجاح المشروع ده أصلاً. بيشكك جدا، والسبب منطقي. بيقول إن لاعبين الحاليين تم اختيارهم وجلبهم للنادي على أساس الفلسفة القديمة، هم نجوم فرديين بامتياز. ومحاولة تحويلهم للاعبي منظومة ممكن ما تنجحش. ممكن تاخد وقت طويل جدا وممكن ما تنجحش خالص، لدرجة إن المحلل في المصدر بيصر على رأيه اللي قاله قبل كده،
إن برشلونة بكل مشاكله ما زال هو الأقرب للفوز بالدوري السنة دي. لأن هويته واضحة على الأقل. صح، هو بالظبط كده.